أما أنت كيهودي مغربي والله يا أخي ما في قلبي عليك شيء. لكن يا أسعد سامحني أنا اطلعت معك مرة ونشرت لك الخرائط، ومن بعدها لما تكلمت مع ذاك الفلسطيني بالعبرية أطلب لك يا باش تطلعني، عمرك طلعتني. وقيل لي أنك تكره اليهود، وقيل لي أنه يعرف أنك يهودي، وقيل وقيل وقيل. والله أنا هذا والله لا أعلم بهويتك إلا الآن. اسمع أنا نقول لك حاجة يا أسعد. بالعكس لعلمك والله لحظة في الصويرة قلبت على يهود، لأن أنا لقيت كل أطياف المجتمع المغربي، لقيت الشلحة والسوس، الأمازيغ بكل أنواعهم، العرب، الرحامنة، كل الناس. فكنت أقول لهم يا جماعة أريد يهودي مغربي. ورحنا في الصويرة إلى واحد يبيع هذا المنسوجات، يعني يبيع تحف، لكن كان كبير في العمر، كان يرتعش مسكين. قلنا له السلام عليكم، قال وعليكم السلام. قلنا يا أخي نريد ندردش معك، أنا يوتيوبر وكذا. قال لي تعالوا الساعة 8 في الليل، وبعدين شفناه تعبان فاعتذرنا منه ومشينا. يا أخي أنا ليس لدي مشكلة معكم، ليس لدي مشكلة معكم، وأنا مستعد يوم أفتح لايف لكم كلكم اليهود المغاربة كلكم، تعالوا عندي. أنا لا أعلم أنك يهودي. لحظة اسمع تفضل. وأنا تقول لي ما طلعتك إنه لأنك يهودي، بالعكس أنا قاعد أدوركم أصلا عشان نتفاهم معاكم. أنا سأقول لك آخر كلمة وسأنزل. شكرا لك على هذا الكرم اليمني المعروف. وأنا لي على فكرة عندي أصدقاء يهود في اليمن ويعيشون في اليمن وأعتز بهم. الله. وهم من يعطوني بعض المرات بعض الأغاني اليمنية الجميلة بالعود وبالقعد والجلسات. الله يعني الله يهود اليمن عندهم مزاج. نعم وافتخر بهم. تحية من هذا المنبر. اعرف انهم بعض منهم يتابعوك، وتحية منهم، واقول لهم شابات شالوم وما نشمع ونيودير، وربي مولانا يعطيكم الخير والصحة بجد ربي مولانا. انا ما اطلب منك يا اسعد يعني انصافا لمكون مغربي كان ولا يزال يدافع عن وحدة هذا الوطن الذي تعشقه. إن ادعيت أنك تعشقه حقا فالمكون اليهودي مكون لا يتجزأ من الوحدة الوطنية المغربية. نحن ندافع عن الوطن تاعنا من طنجة إلى وادي السنغال قبل الحدود 1912 بالغالي والنفيس، ولن نتوانى أبدا عن إقرار الحب والسلام بين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، ونحن فخورون بمغربيتنا. وعاش الملك محمد السادس. أنت قلت أنك لا تعترف بالصهيونية قلت لي صح؟ أنا لا أعترف بالصهيونية، وخلقت لي مشاكل في مطار بن غوريون. جلست ساعتين في المطار لأن لي مواقف. أنا في البلطول كنت نشيطا ضد الصهيونية زيونيزم، وكانت لي مواقف معروفة والإخوان في البلطول يعرفونني. هل في يهود ضد الصهيونية كثر؟ نعم في من وسط فلسطين، وفيهم مغاربة حتى، وفيهم بعض الأوكرانيين ضد، لأن يجب عليك أن تتقرب من اليهود وتعرف أن البلاد الموعودة بلاد الدين، بيت الدين، فلسطين هي الأرض الموعودة محرمة على اليهود. وإنما جاء الصهيون وعدلوا في التراث، وعدلوا حتى في التلمود في الصفحة 47 يدخلوا أورشليم وحرقوا أشجارها واقتلوا شيوخها وهدموا مناجمها في كتبكم. نعم في الصفحة 47 من التلمود. يعني أنتم مش مطبعين مع إسرائيل أنتم؟ أنا مطبع مع إسرائيل، الدولة التي تساعدني على الحماية الوحدة الوطنية من الصهاينة الحقيقيين الذين هم بجوارنا. لكنك لا خليك من البعد السياسي، أنت لا تعترف بشيء اسمه إسرائيل كدولة من ناحية اضطهاد المسلمين والفلسطينيين. أنا لا أعترف. لا أنت قلت أنك لم تؤمن بالصهيونية. اسمع شوف يا اسعد، انت ذكي جدا وانا اذكى منك. انا يهودي. هذاك السؤال اللي انت بغيتي توصلوا ليه، اسمع ما نهضروش شويه نفهموا بزاف. سلامت خيرك. اسمع انا والله وتالله وكالله لا انا ساتضامن واطبع مع الشياطين والجن وكل اشرار العالم للدفاع على الوطن الحبيب اللي هو المغرب، لان الغايه تبرر الوسيله.
أنا وطني. كان إمبراطورية لما كانت شوف، العالم العربي كامل كان عبارة عن دولتان، الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغربية الشريفة، فجاءت فرنسا فقسمتها هي وإسبانيا، فهمتي؟ وأنا كيهودي مغربي، كانوا جدودي من عائلة ترجمان وبينتو، كانوا خادمين خدام القصر، وكان من إنصاف السلاطين المغاربة أن بيت مال المسلمين كان يحكمه عدلان، عدل مسلم وعدل يهودي، لتحقق العدالة السماوية في عدالة الأرض في المملكة المغربية الإمبراطورية العربية الشريفة. بارك الله فيك. وكان أجدادي من عائلة إذا يا شيخ القافل، أولا تسلم لي على الوالدة، أمانة عليك، هذا في عنقك. نعم. وإذا هي في المغرب وما عندها مانع أني أزورها كيهودية مغربية، قل لها أنا مستعد أزورها. والله حتى غادي نضم لك واحد، هي شوف على فكرة، هي إن شاء الله في 3 جويي غادي تجي عندي هنايا إن شاء الله بجاد ربي مولانا، غادي تجي 3 جويي 3 شهر 7. أنا قبل هذا سأكون في المغرب، خليني ألتقي بها يا أخي ونشوف اليهود المغاربة. وإذا أردت سأنظم لك لقاءات مع المغاربة، وسأنظم لك حتى إذا أردت مع أندري أزولاي، وكاين شارلي في مكناس، وميشيل في بار ناسيونال حدا البرنس، وهناك مغاربة أحرار لم يتوانوا لحظة. تمام. نستقلي خلنا هذا الرحلة تكون يهودية، نخليها يهودية بحتة. ايوا بالكثار عليك اخويا العزيز، ما تبقاش تجمع المغاربه، راهم مغاربه. شوف اليهود المغاربه مكون اساسي، الله يجازيك الخير ديالك، كما ان المكون اليهودي اليمني مكون اساسي، لم يغادروا بلدهم لحتى الان، ويعيشون الفقر والاضطهاد، ولم يغادروا اليمن، ويفتخرون باليمن ويدافعون عن اليمن. على فكره انا الحمد لله كان لي بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في اطلاق سراح يهودي يمني معتقل عند الحوثيين. استطعت بتواصلات، خدمت يعني بعض اليهود اليمنيين هنا في لندن، وقالوا يا أخ أسعد ما عرفنا نوصل للسجين، وقعدت أبحث إلى أن وجدناه وطلعنا. يا أخي شاي القافلة وكل المغاربة، أنا أعيش في بريطانيا 20 سنة، اليهودي جاري، وهذا نصراني، وذاك ملحد، وذاك لا ديني، مثلك كذا منوع، أمك يهودية وأبوك لا ديني، وفي نفس الوقت كلكم مغاربة. أنا لكم دينكم ولي دين. يا أخي ما عندي مشكلة في دينك، والله العظيم قلت لك ألاقيك أذبح لك خروف، ما عندي مشكلة.